تيمو جين. اسم كده آسيوي خفيف، تحسه يصلح للتسبيلات والسهوكة. بس تعال أقول لك كلمة في سرك، إن ده الاسم الحقيقي لجنكيز خان. والله زي ما بقول لك كده، الخاقان الأعظم، قتال القتلة، وخط الصعيد بتاع هضبة منغوليا. طلع في الآخر اسمه الحقيقي تيمو. وخد التقيلة بقى، التتار مش هما نفسهم المغول، الاتنين سكنوا هضبة منغوليا. كانوا التتار في الجنوب والمغول في الشمال. اللي ركبوا رسمه حتما يسيطر على المنطقة كلها. وخد سيف يمين في سيف شمال، خلصوا على التتار مسابوش غير 500 راجل والجنس الناعم بس. وده حسب اللي اتذكر في كتاب السر المغول. ودي مخطوطات تاريخية تمت كتابتها في القرن التلتاشر، بيتكلم عن أصول المغول وإزاي وصلوا للسيطرة في فترة جنكيز خان. والمغول يتميزوا بحبهم الشديد جدا للخيول الفروسية بشكل عام، وكان ليهم عادات غريبة جدا، وأهمها هي إنهم أعداء للنظافة. كانوا بيتخيلوا إن الشخص اللي بيستحمى ده هيتعامل من وراكوا بطاطس محمرة. وقال لك يا عزيزي إن التنانين بتاكل البستحمى لأنها عدوة جدا للمية، وعشان كده المغول قرروا ولا يستحموا ولا حتى غيروا الهدوم اللي عليهم إلا إذا داب، ولو في مناسبة ما مؤقتا عيد قومي أو أي حاجة في الحالة دي هيغيروا. ويا سلام بقى وتبقى مدعية اللي الإمبراطور يديله هدومه القديمة، تبقى الدنيا مش ساعة لأن ما حاجة من ريحة الإمبراطور. وطبعا انت عارف قد ايه كانوا متعطشين للدماء، وكان عندهم شراسة غريبة جدا للقتال. بس الحمد لله جم لحد مصر واتكسرت شوكتهم على يد الأستاذ أحمد مظهر. دمتم بألف خير.